هاي مع تومين ستوري. سوف نبدأ أول قصة لنا لنحكي قصة الثنائي سيسيليون وكراميلا. أولا قصة سيسيليون. منذ سنوات عديدة كان الاستمتاع بالأوبرا الليلية التي يؤديها سيسيليون هو الشكل الأكثر شعبية للترفيه لشعب أفالور. كان المسرح ممتلئا دائما في كل مرة يؤدي فيها ممثل الأوبرا الشهير هذا. كان الجميع منجذبين إلى وسامته وموهبته التي لا توصف، ومع ذلك فإن التصفيق والحب والهتافات من البشر لم تجعل سيسيليون سعيدا. كان شيطانا دمويا، وكان من الصعب عليه أن يفتح عقله للبشر. لقد حاول دائما جاهدا إخفاء هويته الحقيقية والاندماج مع المجتمع البشري. بقدر ما يتذكر سيساليون كان نوعه يعيش بعيدا عن البشر. كان قمع اللورد لافا لشياطين الدم يعني مستقبلا مظلما لهم، وعلى هذا النحو قرر بعض الشياطين مغادرة مكان اليأس وجاءوا للعيش بين البشر. كانوا حريصين على طلب المغفرة من إله النور والعيش بشكل طبيعي والاندماج في مجتمع البشري. لكن الحقيقة هي أنهم لم يعانوا من العداء من المجتمع البشري فحسب، بل تعرضوا أيضا للمطاردة من قبل شياطين الهاوية. وعندما أصبح سيسيليون بالغا كان الوحيد المتبقي من نوعه. ومن أجل إخفاء هويته الحقيقية عاش سيسيليون في أفالور كممثل أوبرا، وحاول إخفاء جميع القدرات والخصائص المرتبطة بشياطين الدم. كان رائعا وأنيقا على المسرح، محاطا بالآلاف من الأشخاص العاطفيين. لكن في الليل قضى سيسيليون لياليه وحيدا ليلة بعد ليلة. استمرت الأيام الوحيدة، ولكن هذا حتى قدم سيسيليون عرضا لا ينسى. عندما ذهب إلى منتصف المسرح لينحني إلى الجمهور رأى كراميلا، وكانت هذه السيدة الجميلة تنظر إليه أيضا. في تلك اللحظة وقعت الروحان الوحيدتان في الحب على الفور. بالرغم من أن سيساليون حذر نفسه دائما من الاتصال الغير الضروري بالبشر، إلا أنه لم يستطع مقاومة حب كراميلا. لذلك في مواجهة الحب قرر أن يتبع قلبه في مواجهة كل من عارضوه. كان سيساليون يغني أغنية لكراميلا، ولم يتوقفا أبدا عن التواصل البصري مع بعضهم البعض. عند الحديث عن الماضي اختارت كراميلا إبقاؤه سرا، حتى عندما كانت كراميلا تشك في أسلوب حياته لم يقل حبهما شيء، ومع ذلك أقسموا على أن يكونوا مخلصين لبعضهم البعض. ومع اشتعال نار الحب وبدون علم الآخرين التقيا بشكل متكرر. لكن والد كراميلا أوريال أنساك كان يعرف كل شيء عما يفعله. في عينه لم يكن يفكر في سيساليون إلا كممثل أوبرا متواضع. شعر أنه يجب من كراميلا أن تتزوج من رجل أكثر قوة. وعندما تعمق حب هذين الزوجين قاطع والد كراميلا العلاقة بينهما بكل عنف، وسجن كراميلا وأغلق دار الأوبرا ونفى سيساليون. بعد فترة وجيزة انتشرت شائعات مفادها أن والد كراميلا كان على وشك تزويجها للبارون تاول، أحد جنرالات الجيش الإمبراطوري. في هذا الوقت كان سيسيليون يميل بشدة إلى إسقاط الحراس وأخذ كراميلا بعيدا، ومع ذلك كان يعلم أنه لا يستطيع إسعادها، لأنه ستصبح حينها كراميلا هاربة. بعد تفكيره بتأني أدرك أن الحب بين شياطين الدم والبشر لا يمكن أن يكون حقيقة أبدا، وفكر أنه من الأفضل الاستسلام. كانت الليلة تقترب من نهايتها، وعند الفجر كان من المقرر أن تتزوج كراميلا من البارون تاول. ولكن قبل ضوء الفجر الأول وضع سيساليون وردة ورسالة باسمه على نافذة كراميلا واستدار بعيدا. ولكن
ما لم يعرفه سيساليون هو أن أسلوب حياته المنفصل لم يكن مهما بالنسبة لكراميلا، ولم تكن تهتم إذا كان شيطانا دمويا أم إنسانا. لقد أحبت سيساليون كما هو، وبعد ارتدائها الفستان الأبيض قطعت كراميلا معصمها بخنجر حاد، وتنازلت عن حياتها لحبها لسيساليون. لقد جعل التخلي عن كراميلا سيساليون يشعر بحزن شديد، وظن أن حياته عادت إلى ما كانت عليه من قبل. لكن بعد ليلتين من الوحدة ذهب سيساليون لرؤية كراميلا من مسافة بعيدة، ولكن عندما وصل سيساليون وجد جثة كراميلا الباردة ملقاة بلا حراك في جنازة مهيبة. وللحظات عندما نظر إلى جلد كراميلا البارد لم يشعر سيساليون إلا بالألم والندم يتدفقان بشكل غامض إلى صدره. كيف يمكنه أن يعيش بدون كراميلا؟ ومع ارتفاع القمر الجديد نشر سيساليون جناحيه واجتاح المدينة في الليل البارد. أخذ حبه ثم أعاد كراميلا للحياة باستخدام دمائه، لكن هذا النوع من القوى يأتي بثمن، وهكذا تحولت كراميلا إلى الأبد إلى شيطان دم. ولحماية هذا الحب الأبدي قرر سيساليون أنه لن يسمح لأحد أبدا بتفريقهما. بعد ذلك اليوم لم يرى أهل قلعة أبرلين سيساليون أو كراميلا مرة أخرى. وهذه أسطورة الليل التي انتقلت من فم إلى فم مرارا وتكرارا. قيل أنه عندما جاء الليل استقر كراميلا بين ذراعي سيساليون فوق البرج العلوي لقلعة أبرلين، وكأن الزمن قد توقف. مع مرور الوقت أصبحت علاقتهما أقوى، وأدرك سيساليون أن كون كراميلا شيطانا دمويا لا يشكل أي فارق بالنسبة له. لقد أحبته كما هو، وسيظل حبهما دائم. ومع ذلك فإن خيانة شياطين الدم وكراهية البشر أجبرت سيساليون وكراميلا على اختيار مسار آخر والعودة إلى الوراء من ماضيهما. كان في انتظارهما تشرد وتجول لا نهاية لهما، ولكن على الأقل كان مقدرا لهما البقاء مع بعضهم البعض أينما ذهب. منذ شبابه اختار سيساليون دائما الاختباء وراء الظلام والابتعاد عن الوجود، ومع ذلك فقد قرر الآن مشاركة كل أسراره مع الشخص الذي أحبه. هروبه مع كراميلا يعني أن هوايته التي كان يحاول جاهدا إخفاءها كانت في خطر الكشف عنها. ما تبقى له كانت حياة الهرب من كل من البشر وشياطين الهاوية. سيساليون الذي تحمل الكثير بالفعل طوال حياته لم يعد بإمكانه قبول أي اضطهاد، مصمما على عدم الصمت في وقت الأزمة. كل التفاصيل في حياتهم تجسد حبهم، فبالحب اعتقد سيساليون أنه يستطيع تحمل أي شيء وكل شيء لمنع والد كراميلا من اكتشاف حقيقة حبهما العميق وتجنب تدخل شياطين الهاوية. كان عليهما أن يتنكرا كبشر عاديين والاندماج في المجتمع البشري، ومع ذلك تحدث الحوادث. ذات مرة بسبب ظرف لا يمكن تجنبه تم اكتشاف هوايتهم، وكان على سيساليون قتل كل شخص يعرف الحقيقة. يعتقد أنه بمجرد أن يطلق سيساليون قوته الحقيقية لشيطان الدم لا يمكن لأحد سواء كان شيطان هاوية أو البشر أن يحلم بالهرب. دي هتكون أول قصة من سلسلة قصص موبايل ليجند. بس كده، باي.